بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحه وباحسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه الريد فيلفت وبتزويق طريقه مختلفه جدا. يا رب يعجبكم الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدا في مقادير الكيكه اللي هنعملها كيكه حمراء او الريد فيلفت. هنا عندي دوت لون احمر، وهنا حطيت كوبايتين دقيق وعليهم كيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا، وهقلبهم كويس. دي كده المكونات البودر عندي، وتحط لها ذره ملح صغيره برضو. ولو اللون الاحمر بعد ما عملتيه حسيتي ان هو خفيف شويه ممكن تتقليه. هنا عندي نص كوبايه زيت وكوبايه الا ربع لبن وكوبايه سكر وبيضتين، وهروح بقى اضربهم في الخلاط. الزيت والسكر واللبن والبيض هضربهم في الخلاط واجي احطهم على المكونات البودر اللي عندي. دلوقتي بقى هننزل عليها كده بالخليط كله. زي ما انتوا شايفين لونها حلو جدا جدا. هبدأ بقى ايه احطها في الصينية. انا مجهزة الصينية ومجهزة الفرن. هبدأ انزلها في الصينية المدهونة مادة دهنية. بس بقى هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. الفرن لازم يكون متسخن، ولما تطلع هنشوف شكلها عامل ايه. دلوقتي زي ما انتوا شايفين الكيكة خلصت عندنا. بصوا هنعرفوا ان هي استوت ازاي اهي. هنبدأ بقى نحط لها كاستر. انا عندي مجهزة الكاستر ومصوراه قبل كده. دلوقتي انا حطيت عليه الكاستر، هسيبه بقى لما يبرد وبعدين ابقى احط عليه الكراميل اللي عندي، علشان خاطر ما ينفعش احط عليه وهو سخن كده. لازم الكراميل يكون بارد والكاستر يكون بارد عشان اعرف اوزعهم على بعض كويس. نحط عن صوص الكراميل. نحاول نحطه كده يبقى الطبق اللي فوق. زي ما انتوا شايفين حاولت كده على قدر الامكان ان انا احط صوص الكراميل فوق الكاستر. وجهزت هنا عندي صوص شوكولاته حطيته في كيسه.